دكتور إبراهيم، أخبار حضرتك ايوه، إيه؟ اهلا بيك يا آسفين دكتور عمر. آسفين على التكنيكال جليتش اللي كان في الأول. لا خالص خالص. دكتور إبراهيم، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب. أهلا بحضرتك في اهلا بيك. ويبينار معانا على منصة إليكسير. كنت أهلا. حابب قبل ما نبدأ نخوض في الأسئلة ونبتدي نعمل كده الانترفيو اللطيف. حابين تدينا انترودكشن عن حضرتك، عن خبراتك، كاريرك، الخبرات بتاعت حضرتك، يعني تاريخ حضرتك. طيب انا ابراهيم مجدي، استشاري طب نفسي مخ واعصاب في مستشفيات جامعه عين شمس، ورئيس قسم الطب النفسي في مستشفى وادي النيل تبع جهاز مخابرات. وفي نفس الوقت ماجستير ودكتوراه في الطب النفسي والمخ والاعصاب والادمان والطب النفسي الشرعي. يعني ايه الطب النفسي الشرعي؟ الناس كتير ما بتعرفش المصطلح دوت، اللي هو القواضي او الحاجات اللي تنظر امام المحاكم وتتعلق بالشق النفسي. يعني لو متهم عنده جزء نفسي والمحكمه هتنظر القضيه، فانا بكون شاهد ايه، خبير، علشان ايه، اقيم الاهليه النفسيه بتاعه المريض، او حاجه برضو لو حاجه في القانون المدني، في الحضانه، في الورث، في اللي هي بتاعه الشخص، قضايا الحجر. انا برضو دوري بيكون ايه، متواجد قصاد المحكمه، يا شاهد ايه، خبير المحكمه تستدعيني، يا اما حد من اطراف النزاع يبقى بيستعين برايي كايه، كخبير. بقالي في المجال الطب النفسي حوالي ما يقرب من 20 سنه. ما شاء الله، ما شاء الله. طب هو الطب الشرعي ده حاجة حضرتك بتختارها، ولا دي بتطلب منك؟ لأن دي أنا أول مرة أسمعها، الطب النفسي الشرعي دي. دي الطب النفسي الشرعي لا مجال انا بختاره، وكان الماجستير بتاعي كان في الطب النفسي الشرعي والادمان. بعد ما خلصت ابتدت تتعرض عليا قضايا كتير علشان يتاخد رايي كايه في تقييم التقرير الموازي، او يعني يعني زي او او الاخذ برايي في تقرير مثلا اللجنه قالت، لجنه طب نفسي شرعي تابعه للحكومه قالت، او التابعه للامانه العامه للصحه النفسيه والمجلس القومي للصحه النفسيه، شافت المتهم ده وقالت انه مش مريض نفسي. يجي المحامي بتاعه يقول لي طب احنا عايزين نعيد التقرير من اول وجديد وننقد التقرير، او نطلع ايه الثغرات اللي في التقرير ده. فانا ابتدي ايه، احط التقرير ده، او المحكمه تستدعيني مثلا ايه، المحكمه في النطاق اللي انا عايش في الاريا اللي انا عايش فيها، ممكن تستدعيني في قضايا ايه معينه، يقولوا لي ايه، المحكمه نفسها تقول لي عايزين ايه، رايك ايه في هذا المتهم، او رايك في البعد النفسي لهذه الايه، ال- القضيه. عامه بتبقى اغلبها جرائم قتل، جرائم انتحار، او جرائم او قضايا الحجر، او قضايا الايه، حضانه. يعني محكمه الاسره، زي ما قلت كده، ممكن اطراف النزاع يستعينوا بيا، او المحكمه نفسها ايه، تستدعيني عشان احط ايه، اقيم مثلا ايه، الام دي تنفع تبقى حاضنه ولا لا، الاب ده ينفع ياخد الحضانه ولا نفسيه، كتقييم ايه، نفسي، هو سوي نفسي او هي سوي. طيب هم امنين على الطفل ولا لا؟ طب الطفل هيتاثر نفسيا بمدى الحكايه ديت ولا الموضوع واسع ومتشعب. فانا بعد ما خلصت الماستر استهواني هذا الموضوع، وبقيت اشتغل في نوعيه من القضايا، بيبقى بعيد عن المنطوق العلاجي، بيبقى فيه ايه، زي ما بتقول عصير زي يعني، في اثاره كده، بيبقى فيه نوع زي ايه، زي يعني حاجه زي الافلام الاجنبي، وتبقى قصاد المحكمه النهارده أنا وبعد متخيل كده مشهد من أفلام أجنبي جدا بصراحة. يعني يعني متخيله ممكن مشهد من احكي فيلم لك أجنبي، عن، زي فيلم حتى الفيل الأزرق. نفس الحكايه، نفس النطاق ده، بس اكثر عمقا بقى، واكثر ايه، واقعيه. يعني احكي لك مثلا اخر قضيه احنا كنا شغالين فيها، القضيه بتخلص خلاص إن شاء الله. كمعلنه يعني. كان انا مش عايز بس اتفرع عن الموضوع الاساسي بتاعنا، بس ايه كان بس خلينا نقولها نسمع القضية دي وبعدين نبدأ اه الأسئلة. اه كان في جالي محامي
قال لي انا عايزك تشوف القضيه دي. طب ايه القضيه دي؟ قال لي واحد قتل والدته واخوه، و... وفي تقرير طب نفسي شرعي صادر من مجلس قومي للصحه النفسيه بيقول انه المتهم ده سوي. فاحنا عايزين ننقد ايه هذا هذا التقرير. فقلت امم. له قلت له ده قاتل والدته و... 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 واخوه واخوه ازاي يعني؟ قعدت دماغي تجيبني توديني شمال ويمين. قلت له طب انا هقرا القضيه بالتفصيل. وبعدين سالت هو مين اللي موكلك؟ قال لي ده اخت المتهم هي اللي ايه موكلاني. ابتديت اقعد امم. مع اخت المتهم، ابتديت اشوف القضيه بشكل تاني ايه خالص. القضيه فضلت شغاله 3 سنين، من امم. اعدام ل 15 سنه، لاستئناف دلوقتي على 15 سنه. لان التقرير الموازي شكك في حاجات ايه معينه من التقرير الاساسي. والاستجواب مع القاضي كان لما بيستجوبني شاهد خبير، اطمأن ان ايه في حاجه ايه مش في تقرير اللي هو التقرير بتاع الطب النفسي الشرعي بتاع في بتاع المجلس القومي للصحه النفسيه، في حاجه منقوصه، في امم. حاجه ايه منقوصه. فابتدى يجيب الخبراء من اول وجديد، وابتدى يستدعيهم، وابتدى يطلب تقرير من اول وجديد. فضلت القضيه شغاله 3 سنين، وصلت من اعدام لغايه 15 سنه، لغايه دلوقتي في استئناف ان ممكن يبقى مش 15 سنه سجن، يبقى الشخص ده. خلينا نقول نقطه، احنا هنا لما بنقول المتهم معلوش مسؤوليه جنائيه، احنا ما بنطلعوش براءه للناس، احنا بنحطه في المصحات ايه النفسيه الى ان يتم ايه التعافي. امم. وصل لك كده يعني. مثلا انا اه. واحد قتل وقلنا ان هو مريض نفسي، الناس امم. بتفتكر ان هو كده خلاص دوت إيه، احنا طلعناه براءه. لا، احنا بندعه احد الايه المصحات النفسيه امم. الحكوميه اللي فيها طب نفسي ايه شرعي، او بيبقى نفسي جنائي، زي في الخنكه او في الايه في العباسيه. الناس بتبقى فاكره لا، او احد المصحات الخاصه تحت امم. الايه التامين، يعني بيبقى تحت التامين، ما بيبقاش حر طليق زي ما الناس طب انا آه، اسف ان احنا غرزنا في الحته دي، بس هو ايه الامراض النفسيه اللي ممكن تدفع واحد ان هو يقتل حد من اهله او يقتل اصلا يعني؟ اكيد ده مرض الضلالات. نفسي. الضلالات والاوهام والشكوك، ان هم يبتدوا يشك ان هم عايزين يأذوه، ويبقى عنده قناعة تامة ان هم عايزين يأذوه، وبيتآمروا عليه وبيتكلموا عليه امم. بشكل سيء، وعايزين يسحروا له، وعايزين يسموه في الاكل، وشايفين ان هو ايه مش مناسب قعدته ايه معاهم. او ضلالات الغيرة والشك، ان واحد يبتدي يشك ان مراته بتخونه، ويبتدي ايه يتفاعل مع هذه الشكوك، ويبتدي تبقى زي حاجه زي ثابته بالنسبه له، فيقرر ايه انه يقوم بايه بقتلها. او الانتحار الممتد. ايه الانتحار الممتد؟ ان الشخص يبتدي يشعر بايه بان العالم انتهى، فالقريبين منه هيعانوا ف... وهيفتقروا، وحياتهم هتبقى صعبه، فهو لازم يموتهم، وبعد كده يموت ايه نفسه. وشفنا قضايا كده في الايام الاخيره دي قريب، تلاقي مثلا واحده ايه قتلت ولادها وبعد كده حاولت تقتل ايه يعني. امم. نفسها، او شخص قتل ولاده وبعد كده حاول يقتل ايه نفسه، ومحاوله انتحاره ساعات ما بتتمش، فبيفضل بقى ايه فبيفضل عايش بالمعاناه اللي هو فيها. طب خلينا نخرج من القصه تخرج من فيلم الرعب اتفضل. اللي احنا دخلناه ده. آم، احنا النهارده جايين نتكلم على علاقه الاباء والابناء والتربيه والحته السيكولوجيه. عايزين نعرف نسال يعني بدايه اول سؤال كده، هو ايه اساس المشكله اللي بيبقى بينتج ما بين سن المراهقه وال الاباء او الام والاب في السن
13 14 15؟ ليه البدايه بتبدا من هنا التمرد؟ يعني ده سببه بيبقى ايه سيكولوجيا او نفسيا؟ سيكولوجيا ونفسيا وبيولوجيا، دي الفتره الشخص فيها بيحاول يستكشف نفسه، بيحاول يخرج بره اطار الايه الاهل او الايه او السلطه، بيحاول يبقى ايه عنده استقلاليه، بيحاول يكتشف نفسه ايه بيولوجيا كمان. انا شكلي بيتغير، صوتي بيتغير، بحس ان انا نضجت، بحس ان انا ايه، انا لازم ابقى ايه مستقل، رغم ان انا ما عنديش استقلاليه ماديه، بس ببقى عايز استقلاليه ايه نفسيه، ببقى عايز اشوف نفسي، ببقى عايز اخد قراراتي ايه بنفسي، ببقى عايز احس ان هو مش كل حاجه اهلي ايه اللي موجهني فيها. الهرمونات زي ما قلت لك بتلعب دور، والهرمونات اللي هي مسؤوله عن البلوغ والذكوره او الانوثه في نفس الوقت بتتداخل مع الهرمونات اللي مسؤوله عن المزاج والطاقه والايه والسعاده. فالشخص بيبقى متحمس ايه زياده، عنده طاقه زياده، عنده باور زياده، عنده انفتاح زياده عن العالم، وعايز يستكشف الايه العالم. وهنا الاهل بيخش دور السلطوي بتاع الاهل، ان انا ايه عايز دايما افرمل، او عايز ايه الامور تمشي ايه في نطاق ايه الولاد يسمعوا كلامي ما يعترضوش، او انا دايما اللي ايه اللي سايق، او دايما اللي عندي الايه القياده. فيحصل هنا اصطدام، مين فينا بقى هيقود، مين فينا هيفكر احسن. الاب شايف ان الابن لازم يسمع كلامه، والاب شايف انه عنده خبرات، والاب شايف او الام شايفين ان هم اتربوا بنفس الطريقه دي، فلازم الولاد ايه يسمعوا كلامنا ويطيعونا، يا اما يبقوا عاقين. والابن شايف ان الاهالي متاخرين وما عندهمش معلومات عن التكنولوجي كتير، وما عندهمش معلومات عن اللي بيحصل وبيتطور في العالم، وقافلين على نفسهم وما عندهمش مرونة، وانا زهقت منهم وعايز استكشف الجديد. طب فيفضل هل بقى ده آه. هل ده بيبقى سبب ان الاهالي يبقوا مثلا اوفر بروتكتيف، بيحاولوا يدافعوا بشكل اكتر، يقفلوا على الابناء بشكل اكتر، او ان هم يدفعوهم في اتجاه ان هم يعيشوا حياة شبه حياتهم، او يبقوا عايزينهم يحققوا حاجة هم ما حققوهاش؟ اه ان هو لا عياره هيفلت، فعياره هيفلت لازم ابقى ايه زي اكتفه، امنعه بقى من نزول، امنعه عن صحابه، إيه اربيه لغايه ايه ما يخضع لي. او في اهالي للاسف بيحاولوا يعملوا ايه اللي هم ما حققوهوش في نفسهم، يحاولوا يحققوه ايه في ولادهم. مش عايزين ولادهم يبقوا شبه زيهم، لا ده هم اللي ما حققوهوش. يعني مثلا اب او ام ما بقتش دكتوره، عايزه اولادها يفضلوا يذاكروا طول الوقت علشان يبقوا ايه دكاتره، لو ما ذاكروش يبقوا فاشلين، ويبقوا ما بيسمعوش الايه الكلام، ويبقى عمرها ضاع ايه ضاع وهم مش ايه مش حاسين، واحلامها ايه انتهت لان اولادها مش راضيين يسمعوا ايه كلامها، وما بيذاكروش ومش بيحققوا حلمهم. هم اب او ام، طب اب مثلا ما بقاش مهندس، عايز يخلي اولاده ايه ايه مهندسين. انا مش بقول طب لك هنا اب بيبقى ايه مهندس. الدافع؟ يعني هل الدافع، طبعا الدافع اكيد بيبقى حب واهتمام، بس الدافع السيكولوجي هنا ايه عند الاب او هقول ال لك او ال الدافع السيكولوجي، للاسف مش هيعجب الكلام ده الاهل، بس ده اللي موجود في الايه في الكتاب. انت مم. نرجسي وسلطوي، وحاسس ايه ان انت لازم دول ولادك دول ملك ليك، مش حاجه مشاركه انت منهم، لا هم ملكك، لازم ينفذوا ايه يحققوا ايه احلامك، ويحققوا طموحاتك، ويعوضوك عن ايه عن عن فشلك. انت خدتهم كده، فلازم ايه تنفذ فيهم اللي انت ايه ما حققتوش. وده نوع من الانانيه للاسف، مش نوع من الايه من الحب، نوع من في فرق ما بين السلطه وفي فرق ما بين التسلط. السلطه بتبقى ايه في اريحيه، في اداره و... وتنبيه والتزام، بس في نفس الوقت في ايه مرونه. التسلط لا، لازم تعمل اللي انا ايه عاوزه،
ولو ما عملتوش يبقى انت ايه، ما بتحبنيش. يعني ابتزاز بتوصل لابتزاز الابناء، ان انت ما امم. بتحبنيش، ان انت ايه، مش عايز تسمع ايه كلامي، ان انت مستخسر فيا ايه، نجاح، ان انت مستخسر فيا آه، ان انا اشوفك ايه بالطريقه ديت، ان انت ضيعت حلمي. ويفضل يزن عليه في الحته دي لغايه ما الطفل يبقى ايه، مذبذب مهزوز مش عارف، او يحاول يبذل اقصى طاقته، بس الضغط الزياده ده بيخليه ايه، ما يوصلش للاخر. وده ما بيحصلش بس في الدراسه، ده بيحصل ان الاب مثلا عايز ابني يبقى لعيب كوره في نادي ايه محترف، طب ابنك ما عندوش ايه المهارات الكافيه اللي انت ايه متخيلها، فيفضل يضغط يضغط يضغط، والولد ينزل الملعب وما يحققش، فيتعقد ايه اكتر، فيقول له لا لا ده لازم، ولازم في الرياضه دي، ويختار له نفس الايه، طب نفس المؤشر هنا فين؟ المؤشر هنا بالنسبة للأب، يعني أنا كأب دلوقتي، أو أي أب بيتفرج علينا، أو أنا كشاب، المؤشر هنا فين عشان نعرف نوصل للغة حوار؟ طبعا لغة الحوار دي طبعا يعني خلينا نحطها بعدين، بس المؤشر هنا فين إن أنا أعرف أكتشف ده في نفسي كأب، أو الشاب أو الشابة تكتشف ده في علاقتها بأهلها. اصدمك للاسف ما بيكتشفش، لانه عنده مرحله من الانكار للأسف ومرحله إيه؟ ما بيكتشفش، ما آه. بيكتشفش ما عندهمش. ده الأب أو الأم. ده الاب والام عندهم مرحله من الانكار، او مرحله من الايه، من التبرير، او مرحله من رد الفعل الايه، العكسي. يعني هم خايفين من الفشل، او خايفين يتقال عليهم فاشلين، فيحاولوا ايه، يضغطوا، هم اللي خايفين، فيحاولوا ايه، بدل ما ينقلوا الاحساس ده الولد، ينقلوه في ايه، باحساس عكسي، احنا عايزينك تبقى ايه، احسن، لان هم خايفين لا يتقال عليهم ان هم فشلوا في تربيه ايه، مم. وولادهم. فيبقى عندهم دايما مرحله لا، انا بحاول، ده انا اعمل له كل حاجه، ده مم. انا سايب دنيتي وماشي وراه في التدريب، ده انا بقعد اذاكر له، هو اللي عندي، وهو اللي ايه ما بيتمرش ايه، فيه، لغايه ما الولد ايه يبتدي ايه، ينفجر، او البنت تيجي ايه، تنفجر، وينفجروا بقى، يلاقوا فشل كبير، يا اما يلاقوا انحرافات ايه، سلوكيه، ويقوموا جايبينهم بقى للدكتور، يقوموا جايبينهم، اجي الاقيهم جايين لي بقى العياده ايه، بيهم ان الولاد ديت مرضى. فانت لما تقعد مع الولد يقول لك انا متحمل فوق طاقتي مش قادر، عايزاني ابقى زيها، او البنت عايزاني ابقى احقق ايه، احلامها، انا مالي انها دخلت كليه ايه كذا، وهي عايزاني ابقى دكتور، كانت عايزه تبقى دكتوره، انا مش عايزه ابقى دكتوره، انا عايزه ابقى بتاعه اي تي، او بتاعه ارتفيشال انتليجنس، انا مش فاهمه ايه كل يوم كم المذاكره ده، انا بنهار. قول لهم اتكلموا الكلام ده، مش صادر من ناس مثلا عمرها كبير زي ما انت معتقد، ده بيصدر من ناس عندها 10 و8 سنين بيقعدوا يكلموني في ايه، مم. الحوار ده. الناس فاكره مثلا ان هو ايه، واحد مثلا عنده 16 17 سنه، او واحد بعد الثانويه عامه جاي يقول لي الكلام ده، بيتكلموا هم صغيرين، او تلاقي مثلا واحد عنده 50 سنه جاي لك بيشتكي من ايه، سلطويه ايه، ابوه، وان ابوه ضغط عليه ضغطه لغايه ما خلاه يبقى ايه، حاسس انه ايه، مسخ، وانه ابتدى وهو عنده يفوق 50 لنفسه، سنة، يعني وهو هو عنده وصل لحد 50 سنه. 50 سنة عشان اه يعرف اه، يتكلم في ده. يعرف يتكلم في ده، وانه مم. مش عايز يترحم ايه، على 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 ابوه يعني، او مش عايزه تترحم على امها، او شايفين ان امها وابوها هم سبب شقائهم في الايه، في الحياه، بعد ما ايه، كبروا. م? بعد ما كبروا والدنيا لفت بيهم وراحوا واشتغلوا في وظائف، شايفين لا، ان كان ممكن احنا نبقى في مكان تاني ايه، احسن، او اهلنا كانوا بيحبوا نفسهم اكتر مننا، ما كانوش بيحبونا احنا، مش عايزين، شايفينها كده مش عايزين لنا الخير، على قد ما كانوا عايزين يتباهوا بينا، او يعوضوا ايه، عدم نجاحاتهم ايه، بينا. يعني بقول لك يا سن صغير قوي بيبدا يتكلم، يا اما يفضل الموضوع ايه، خف.
تيجي تقوم جايب الاب او الام وتيجي تكلمهم، يبتدي الصدام ما بينك ايه وما بينهم. يا دكتور انت مش عارف ايه حاجه، انت مش عارف انا بصرف قد ايه، قد ايه الولد ده بيكذب عليك او البنت دي بتكذب عليك. انا جايبك تعدل له سلوك يا دكتور، تقوم مقويه ايه عليا. بيوصل للمراحل ايه لكده. انت بتحس ان ايه، لا انا هوديه لدكتور تاني. او انا كنت عارف ان بتوع الطب النفسي هيوصلونا للمرحله ديت في الايه، في الاخر يعني. لا عمره ما يعترف انه ايه غلطان. ان هو اللي وفي غلطان. يعترف مم. بس من نوع كنوع بقى الدراما. يقوم بقى يقعد بقى يعيط، والله ما كان قصدي، والله ما كنت ايه، انا اعمل ايه، انا ده انت ما تعرفش انا بحب قد ايه، ده انت ما تعرفش انا بذلت قد ايه، انا اسف انا اسف. ويبتدي ايه يعيط او تعيط في ايه، فيبتدي بقى ايه تحس ان انت مشهد بقى ايه سينمائي في الايه، في العياده. فبتبقى حريص قوي ان انت بتبقى عايز ايه، مش ترضي جميع الاطراف، او توصل لمرحله معينه ان الاشخاص دي تتفاوض ايه مع بعض، او ان دوت يبقى ناجح ودوت يبقى مرضي. الاثنين تقول لهم احنا عايزين نوصل لنقطه ايه في النص، نقطه اتفاق، نقطه اتفاق، او ان انتوا عيدوا طريقه تفكيركم مع بعض او تعاملكم مع بعض. في اهالي طب بيستجيبوا، وفي اهالي ايه بتبقى مم. بتحط لك ايه 100 100 حيطه ازاي او. ازاي الاهالي تعرف تكتشف ده في نفسها؟ يعني هل مثلا حاجه زي انا عايزك تبقى احسن مني، انا كان نفسي تبقى كذا، او هل نوعيه الكلام ده، لان ده كلام دارج كل اهالي بتقوله لابنائها، هل نوعيه ما الكلام هو ده بدايه المشوار؟ اه بدايه المشوار، اول ما تبتدي تحس، او حتى ان انت بتقول، لو قلته بلسانك، لو قلته بلسانك تعرف ان انت عندك خلل. لو ما قلتوش بس بتمارسه يعني في عقلك الباطن انت بتمارسه كل خطوه، كل خطوه وكل كلمه بتاكد ان انت بتعمله، يبقى لازم تراجع نفسك. احنا هنا بنقول للاهل لو انتوا بتعملوا كده ركزوا، وانتوا بتعملوا كده ركزوا. وبنقول مثلا المراهقين اللي بيتفرجوا ايه علينا، لو شفت من اهلك كده مش عايزك تصور، بس عايزك ايه تحاول تتفاوض ايه معاهم، او تحاول مم. ان انت تبقى ناجح، ما تبقاش ايه فاشل يعني، ما تبقاش فاشل فتخليهم يجدوا مبرر ان انت ايه فشلت، فهم بس ازاي بيتغطوا. ممكن، ازاي الطفل ممكن يتفاوض؟ يعني 8 سنين 10 سنين الحاجات دي ازاي ممكن يبتدي يتفاوض في يقدروا حاجه زي دي؟ يقولوا لا دلوقتي، بيقدروا يقولوا لا دلوقتي، وتلاقيهم كاتبين بوستات كنوع من التلقيح على ايه ما عادوش زي اطفال ايه زمان. الطفل دلوقتي بيقدر يقول لا، بيقدر يعمل ريسيرش على الحاجه، بيقدر يحضر سيناريو او بيتخيل حاجات يتكلم. وهنا بنقول لا بشكل ايجابي، لان في اطفال بيلجأوا لايه، تلاقيه بقى عنيف، تلاقيه بقى كذاب، تلاقيه بقى من ايه منعزل، تلاقيه بقى غضبان ايه على طول، تلاقيه بيحاول يأذي ايه نفسه. لا انا مش عايزك تعمل ايه كده، انا عايزك تبتدي تقول لهم حتى لو هم رفضوا منك كذا مره، تبتدي ايه تقول لهم انا مش قادر، او انا مش قادر على اي تحقيق، او انا قدراتي، انا قدراتي كده، او انا ما اقدرش ادي اكتر من كده، انا مش حكايه مش سامع كلامكم ولا رافض، بس انا مش حابب ان انتوا ايه عاوزينه. فحاولوا ندور انا وانتم على حاجه نحبها احنا الاثنين، وانا ابقى سعيد وانتوا تبقوا ايه سعداء. هتبقى المواجهه صعبه بس لازم ايه تتم. ان لما بتتمش بيجي بيقلب الموضوع بشكل ايه سلبي ايه سلبي طب جدا. لو عايزين نقول نصيحه للاباء والامهات، ازاي يقدروا يعملوا التوازن ده؟ يعني لو هو مش شايف نفسه او مش شايف ده في نفسه، ازاي يقدر يعمل التوازن ما بين ان هو ما يبقاش بيضغط على الابناء او الاطفال، ويبقى في نفس الوقت بيحاول يبقى نظام دعم ليهم، او بيدفعهم لقدام. طيب خلينا نقولها بقى يعني، لان دي عايزه ايه يعني، عايزه هدوء كده وتريث عشان ايه توصل للايه للكل. هنا لازم امسك ايه يعني، انا اللي يبقى انا زي ما قلت المراهق يبقى عندي القدره على التفاوض، انا ككبير يبقى عندي القدره على التفاوض والايه مرونه، والجا لخبير
واشوف انعكاس دوت ايه. ولازم ابقى عايز افرح ايه، نقطه، ابقى افرح ولادي مش افرح نفسي بايه، بولادي. واصله النقطه دي. في فرق ان انا افرح ولادي واخليهم يبقوا مبسوطين، وفي فرق ما بين ايه، انا افرح ايه بولادي او ابقى فاهم اللي انا بعمله ده ايه بيفرحني. انا لازم اشوف هم فرحانين ولا مش فرحانين، واسالهم واتاكد منهم انتوا فرحانين ولا مش فرحانين، انتوا متفقين على اللي احنا بنعمله واحنا مختارين لكم ولا لا. مش مجرد انا صاحبهم ايه، معايا امشي ورايا زي الايه، القطيع. ده مش هيفيدهم، ده هيخليهم يتعثروا بعدين. يعني انت لو شايف ان ولادك بيسمعوا كلامك بالملي وملتزمين وما بيقولوش لا خالص، وما بيكسفوكش وسط الناس، وبيجيبوا احسن درجات، وشاطرين في التمرين، ومحققين ميداليات، وشكلهم وشكلهم حلو، وشاطرين في كل المواد، وكمان بيعزفوا موسيقى وبيمثلوا ايه له وشايف ان هم كده سعداء او انت فرحان بيهم كده، لا، الموضوع فيه خلل. لازم تراجع ايه نفسك. مفيش حد يعني كامل اللي الكل. ابنه او بنته ناجحين اه. في الدراسة وفي المعاملة، مؤدبين وملتزمين، الالتزام الزيادة ده ال 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 اه. ال ال اه ال ال اللي هو الصورة اللي هي ايه المتكاملة للطفل المثالي، بيرفكت. المثالية الزيادة دي ساعتها ده مؤشر للآباء والأمهات إن لا كده في مشكلة. في مشكله، وابنكم لما هيكبر هيبقى عنده مشكله، وهيبقى غير مرن، او مش هيقبل الخساره ابدا، مش هيقبل انه يطلع التاني ابدا، مش هيقبل ان اي حد يسبقه ابدا. مش هيبقى عنده روح مرح، او كل حاجه بيعملها بجديه شديده وجمود ايه تام، كانه روبوت. فالشخصيه اللي بتبقى عايزه تعمل كل حاجه بيرفكت دي، او بيتنقل لها هذا الاحساس، الشخصيه دي بتتعب لما ايه، بتكبر. انا عايزه يبقى مم. شاطر، بس شاطر ويبقى مبسوط، مش يبقى مم. مشدود، مش يبقى مضغوط، مش يبقى تعبان. مش شاطر اللي ممكن يبقى عنده وسواس قهري، او قاعد ايه موسوس في كل حاجه. انا عايزه يبقى ايه، ساكت كده، هادي، مبسوط، مستمتع آه. بالحياه. مش انت اللي فرحان بيه، لا، هو اللي يبقى ايه، فرحان. ابنك مش اشطر واحد في المدرسه، بس اشطر واحد صوته حلو، يبقى ركزوا استثمر في صوته ايه، حلو. ابنك اشطر لعيب كوره في المدرسه، بس مش اشطر واحد في المدرسه، حلو قوي ايه كده. لكن عايزه يبقى اشطر واحد في المدرسه، واشطر واحد في لعب الكوره، طب واشطر أنا واحد أقدر في أكتشف أنا كأب أو أنا كأم الآباء إزاي يقدروا يكتشفوا الشغف ده عند أولادهم؟ لأن ممكن يبقى من الكبت مثلا أو الضغطة يبقى مش قادر يتكلم، مش عارف يبوح، مش عارف يطلع إن هو بيرسم أو بيغني أو بيلعب مزيكا. ما انا براقب ابني مبسوط في ايه، وبعدين بسيب له مرحله، مش هشغل وقته كله ايه، مذاكره، او حاجات ايه. يعني حتى لما بيودوه يتعلم حاجه بيودوها ايه، بالزق كده يعني ايه. فلازم اسيب له وقت، لو سبت له وقت هشوف انه ممكن بيدندن كويس، انه بيرسم ايه، انه بيرسم ايه، كويس. وهبتدي، مش انا اللي اقيمه، هبتدي اشوف مثلا حد ايه بيفهم في الحكايه ديت ايه ويقيمه. الولاد دلوقتي كلهم ماشيين، ما عادش الرسم بقى، كلهم ماشيين في الديزاين، وماشيين في الارتفيشال انتليجنس، وماشيين في البرزنتيشن، ماشيين في البرزنتيشن، وماشيين في الفيديو اديتنج. فلو لقيت ابنك شاطر في حاجه من الحاجات دي، خده بقى للاكسبرت اللي يقدر ينويه ايه، يقدر ايه، يزود له موهبته. لقيت ابنك طب بيحب القرايه وعنده شغف في القرايه، انت لازم تديله فرصه انه يعمل حاجه، فالحاجه دي تلفت نظرك، فانت تنمي ايه فيها الموهبه. لقيت طب ابنك نعمل ايه بيلعب. مع الاولاد اللي قاعدين طول النهار على التليفونات وعلى البلاي ستيشن؟ يعني ازاي نتعامل مع الحتة دي؟ لان الاولاد لما بيبقى عندهم مساحة فراغ او مساحة وقت بيهدروا او بيضيعوه دلوقتي على اي حاجة، سوشيال ميديا بقى، العاب على الموبايل او على بلاي ستيشن او اللابتوب ايا كان. ازاي نقدر نتعامل مع الظاهرة دي؟ انا كان عندي بنت في العياده في ثالثه اعدادي،
هي بيرفكت في الجيمز، استراتيجيك جيمز، وبتخش وابتدت حتى الناس بتوع اللي هم الشركه اللي عامله انفيتي، عامله اللعبه او مطوره اللعبه او مطورين اللعبه بقى يستعينوا بيها علشان ايه؟ تطور ايه؟ الليفلات. اهلها شايفين ان الكلام ده ايه؟ عبث. ايه؟ م? طبعا. وانها بتضيع وقتها. مم. الشركه عايز اقول لك عرض عليها مبالغ ايه يعني ايه؟ فلكيه. بنت في ثالثه اعدادي عارضين عليها مبالغ ايه؟ فلكيه. الاهل مش مصدقين وعايزين ايه؟ يسحبوا الموبايل من ايه؟ من بنتهم. فهنا مش معنى ان كل واحد بيلعب جيمز انه فاشل، لا، ممكن يكون شاطر في الجيم فقادر يطور في الجيم فهيقدر يكسب فلوس من الايه؟ من الجيم ده. فده انا لازم ايه؟ اشتغل ايه؟ عليه واطور فيه. طب اللي قاعد على البلاي ستيشن مجرد تضييع الوقت طول الوقت، لا لا، ده انا لازم اقنن الساعات بقى. هنا كده لا، ده انا عندي مشكله ايه؟ ادمانيه. انت بتلعب ما بتضيع وقت، بتضيع مجهود، سهران طول الليل، ما بتنامش، بتخش في صراعات عشان خسرت، بتقعد كتير عشان تكسب، قاعد تشتم في اللي انت بتلعب معاهم، جو سلبي كل دوت. يبقى لا، ملوش ايه؟ ملوش ايه لازمه.